ويا سبحان الله، ورا ما انعرضت الحلقة مال ذاك الأسبوع صار انشغلتين بقمة الطائفية أو مو طائفيات، أنتم شوفوا وحكموا بنفسكم. وأنا أشهد الله وفي هذا المكان الطاهر والله يعلم على ما في القلوب، أنا تركت كل الملذات وكل الأعمال وكل ما عندي من أشياء يفرح بها الناس وجئت لأجلكم، لأجل السنة في العراق. نسمع صفقة قوية لأبو الخميس، شو ما تعرفون تصفقون. نسمع صفقة ثانية وألف تحية للوطني خميس الخنجر. العباس جبتها فيت، أول مرة اتفقوا وياك بشي يساعدون. عاشت ايدك على هذا الخطاب الوطني الشقاقي، عاشت ايدك على حبك للعراق، عاشت ايدك على هاي السوالف المنة ومنها العراقيين وملوا منها اخوتنا السنة، عاشت ايدك على هذا اليلق اللابسه. راح الفك بشي ما عندك، مو بضميرك، لا هذا منتهين منه مرحوم. راح الفك بشرفك من الطائفة. انا لو انت ما تحجون انتم اللي تعلقون رسلان طائفي من الطائف، رسلان حداد اللي يشكر القوات الامنيه والحشد الشعبي، لو خميس الخنجر. لا بالبخت، انتم تحجون بالبخت ولا انتم عندكم بخت. طبعا ردت ارد عليك وهواي حضرت شغلات، بس وانا جاي اجمع عليك سوالف طلع قدام مقطع لشاب عراقي صغير. هذا المقطع طب عليك بشفل وحكى سوالف تسوى خطاب مليون سياسي. تعالوا خلينا نشوفه بعدين ارجع ارزلك بطريقتي. انت خميس الخنجر طالع مؤتمر هاليوم وجاي تحكي بالطائفيات، تقول الموصل بس للسنة. الموصل مو بس للسنة، الموصل لليزيدي وللمسيحي وللشيعي وللسني، يعني الموصل مو كله سني. لا، تعال انت هنا وشوف، شوف المواصلة، شوف اليزيدية، شوف المسيحية. انا جاي احكي وياك من المنطقة القديمة، اللي ازيد منطقة بيها منطقة القديمية هي مال المسيحيين اللي بيها كنائس. تفتهم لو ما تفتهم وجاي تسوي طائفية. بالعباس اقوى شيء بالمقطع من قال له تفتهم لو ما تفتهم. فدوى اروح لك على هذا الحكي المعدل المدوزن. تفتهم لو ما تفتهم عليكم الله، واحد يشوف هذا الولد يعرفه من يشوفونه بالشارع باي مكان، بوسوا لي اياه وسلموا لي عليه وقولوا له رسلان حداد يقول انت تسوى مليون سياسي وانت معدل وتنبتي. هذا النفس الطائفي هو عند خميس الخنجر وعند امثاله. يا اخوان فدوا اروح لكم، فرق من نحكي على سياسي تابع الفلان مكون، مو معناها نحكي على المكون. لا، رسالتنا بهذا البرنامج اللي ما شفت منه بس المشاكل، هي ذولا مثل خميس وغيره ما يمثلون السنه اهنه. السنه اشرف من يمثلهم الحلبوسي، لو الخنجر لو غيره، هذا عمر المطال وغيره. هاي النماذج التايخه والله صحيح، مثل ما فاقد عبول والكاظمي وغيرهم ما يمثلون الشيعه. والله صحيح، مثل ما مسعود ما يمثل الاكراد. والله صحيح، مثل ما خميس الخنجر متوارد ويا محمود انور باليلق. والله صحيح. واستطعنا اليوم الثوار اليوم يملكون نصف مساحه العراق وهم على ابواب بغداد. 15 سنه كان شغلي الشاغل هو التحريض عليكم والتحريض على العمليه بكل شركائنا بكل وضوح. خميس فرحان علي الخنجر العيساوي من مواليد الفلوجة عام 1965، راع ومهرب أغنام وسجائر. ترجع أصول ثروته الفاحشة إلى استحواذه بعد سقوط نظام صدام على 700 مليون دولار من أموال شركات عدي وقصي التي كان يدير أعمالها في بيروت وعمان والقاهرة قبل نيسان 2003. عميل للCIA وهو من جند جمال مصطفى زوج حال صدام حسين لصالحها بالتعاون مع المخابرات المصرية قبل سقوط النظام بأيام. صاحب تأثير في المشهد السياسي العراقي بعد 2003 بحكم قدرته على استخدام ثروته لرشوة الآخرين، تبعا لوصف نشر عبر وكالة رويترز في حزيران 2016 من استعداد الخنجر أو مفوض الغرف المغلقة اللعب لحساب أي طرف ينفعه، فكل ما جرى ويجري عنده مجرد لعبة ملياردير. هذا الوصف الذي عزز ببيان وزارة الخزانة الأمريكية الذي أكد تقديم الخنجر مبالغ كبيرة يؤمن فيها تعيين مرشحيه لمناصب داخل الحكومة العراقية. داعم كبير للجماعات الإرهابية المسلحة أيام النزاع الطائفي، يدير عمليات غسيل أموال عبر مصرف الاتحاد المملوك له.